السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي الحبيب. جمعة مباركة عليكم وندخل عليكم هذا الشهر ديال شعبان إن شاء الله بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو يا ربي، واللهم يبلغنا رمضان إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين وفي أحسن الأحوال، ومبروك عليكم هذا الشتي وهذا الحمد لله ولله على الخير. الحمد لله. اليوم إن شاء الله بإذن الله كفكرة أنا براسي مريت منها، يعني زعما بواحد مريت منها صراحة الله بواحد الحرمان كيف كيقولوا. كفكرة حبيت أنني نشاركها معكم. الكسكسو السميدة الرقيقة، كسكسو ديال السميد. حنا كنا موالفين تنديرو كسكسو عادي وما تنديرش كسكسو ديال السميد. علاش ما كنديروش على قبل؟ كليتو عند بزاف ديال الناس وتيجيني حرش، وفاش يقول لي الزوج ديالي ديري لنا كسكسو السميده تنقول ليه لا راه كتجي حرشه ما كتجيش زوينه، وتيقول لي وانت غير جربي انت غير ديريها لنا مالكي. واحد النهار وانا نديرها درت الكسكسو ديال السميده، درتو بالطريقه ديالي اللي كندير بها الكسكسو العادي، درت بها السميده. ما شاء الرحمن تجي ديك السميده رطبه 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 وغزاله. انا ما تنعممش كاع الناس، وانما كليتو عند شي 3 الناس 4 بحال هكا، تجيني حرشه ما تعجبنيش. صافي ودارنا أنا تيديرو غير كسكسو، يا إما كسكسو عادي يا إما البلبولة، يلاه ما تيديروش السميدة. المهم صافي درتو، جات رطبة غزالة 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 ما شاء الرحمن، وما كتجيش ثقيلة وما كضرش بحال الكسكسو. تنعرفو الكسكسو كيدير ليكاس، المهم كيف كتشوفو هنا في الصورة كتجي مفركة وكتجي غزالة، ما كتجيش مديرة كيقولوا زعما كتلصق في بعضياتها ولا تحبرت. المهم هنايا شديت نص كيلو ديال السميده الرقيقه، انا درت ليه زويته بلديه وزويته روميه، دهنته مزيان ودخلته للكسكاس، خليته فار تقريبا واحد القسمين د المكانه، حطيته هنايا في القصريه. يعني بلا ما نوريكم داك لي ديتاي ديال انني هزيت ودرت في الكسكاس، راه كلشي كيعرف انه يهز ويدير في الكسكاس، انا تنوريكم الطريقه باش كتنجح معايا. نص كيلو هنا السميده عندي حطيته ملي فار، درت له زويته وملي فورتو واحد القسمين قلبته في القصريه، وخويت ليه 3 ديال الكيسان ديال الماء بحال هذا اللي كتشوفوا. فالبنات ملي كتفوروا السميده بالزويته يعني كلشي راه تيديرها، عطيوها الماء الكافي. انا راه غادي نعومها كيف كيقولوا هنا في الماء، غنخلي الماء فوق منها، يعني ماشي فوق منها لديك الدرجه، وانما على حسب انواع السميده. عاوتاني دابا انا السميده اللي تيبيعوا عندنا هنايا عارفاها واخا هكاك ما تتهزش الماء بزاف. كاينه السميده ما شاء الله الرحمن اللي كتشرب الماء وكتجي غزاله اكثر من هذه. كاين الناس اللي كيخافوا منها غير تيرشوها بالماء، لا غير عطيها الماء وخليها تشرب شويه واحد ربع ساعه ترتاح عاد باش عاود رجعها في الكسكاس. هنا انا درت لي 3 الكيسان ديال الماء ورديتها للكسكاس، معنا غادي نزيد الكاس الثالث صافي، وخليتها تشرب الماء مزيان ورديتها للكسكاس. من بعد ملي كترجع تفور عاوتاني شويه في الكسكاس واحد ربع ساعه تاني، شفتوا راه الماء صافي ساح، ولكن راه نخليها واحد ربع ساعه غتشرب داك الماء. انا كالناس تيقول لك نهار الجمعه الكسكسو عندنا ساهل، انا الكسكسو كياخذ لي الوقت. انا تنقول الكسكسو كياخذ الوقت، وهما تيقول لك العكس. حنا النهار اللي نديرو الكسكس عادي، نهار تيدوز عندنا زعما الشقه فيه خفيف وهادي، انا تياخذ لي الوقت. علاش تياخذ لي الوقت؟ حيت تنخلي داك الكسكسو يشرب الماء ديالو. ملي تيشرب داك الكسكسو الماء ديالو، انا كيف كتشوف راني رجعتها تفور، يعني الله الفوره الأولى هاني درتها تفور ما شاء الرحمن 3 د الكيسان ديال الماء ومحلولة على بعضياتها، شربات داك الميها ديالها محلولة على بعضياتها. هنا راني رجعت حطيتها، صافي قلبتها في الكسكاس بعد ما فارت ديك ربع ساعة. السر الوحيد اللي كيخلي السميدة تجي رطبة أولا الكسكسو يجي رطب هو أنك خاصك ترجعي ترشيها بالماء وهي سخونة، يلاه حطيتيها من الكسكاس ما تخليهاش تبرد. فاش كترشي الماء وهي سخونة كتشرب الماء ديالها وكتجي مفشفشة، يعني كتجي تتنفخ وتترطاب. هنا راني انا زدتها 2 كيسان ديال الماء اللي رجعت خدات لي هنايا 2 كيسان ديال الماء. خدرت الاول وكيف كتشوف انا تنحل بايديا والكسكسو يعني سميده سخونه. ما قديتوش تحلوها سميده سخونه، ديروا فورشيط حلوا بها، ديروا داك المعلقه الخشبيه، ديروا هذاك. شفت الناس تيحلوها بسميتو بداك الطراب اليدوي، شفتهم تيحلوها، ولكن انا تعجبني ندير بيدي صراحه الله، واخا تشوفوها سخونه وهذه تعجبني نديرها بيدي. المهم هنايا صافي ما عرفتش انا راه تلف ليا التليفون، راه ما كاش كيصور ليا المقطع، ما تصورش ليا سمحوا لي. صافي هي هذه بعد ما شربت الماء ديالها ها هي كيف كتشوفوا الفار راه باقي طالع منها سخونه. شفتوا
رجعتها هنا الكسكاس، هنا رجعتها فورتها، من بعد ما شربتها الماء رجعتها فورتها ورجعت درتها هنايا في القصرية. شوف كيما ما كتلصقش في بعضياتها، كتجي مفركة ما شاء الرحمن ورطبة رطبة رطبة. أنا أهم حاجة عندي في الكسكسو هو يجي رطب ما يجيش حرش، كتجي رطبة سميتها بهاد الطريقة هادي كتجي رطبة. أنا والله كنت نكره ناكلها، ولكن فاش جربتها ودرتها بهاد الطريقة هادي استغنيت على الكسكسو مبقيتش كنديرو حيتاش كيدير لي غاز، وليت تنديرها غير هي وقليل بعض المرات تنديرها صراحة. أنا تندير البلبولة كتعجبني البلبولة صحية، قليل اللي تنديرها حيت علاش حيت ولادي كيتشهاو الكسكسو تيقول لي دير لنا كسكسو البيض تيقول لي ديري كسكسو البيض ندير لها بالسميده. المهم كيف شفتوا راني فورتها غير الفوره ديال الزيت ورجعتها الفوره ديال الماء ديال 3 الكيسان والفوره الثالثه ديال 2 ديال الكيسان. هنا اخر فوره، راه علاش قلت لكم الكسكسو كياخذ معايا الوقت انايا. هنا اخر فوره درت لها واحد المعلقه ديال السمن وواحد شويه د الملحه، واحد راس معلقه ديال السمن الحره وشويه د المليحه، وغادي نفركها مزيان تيدخل فيها داك السمينه وغنرجع غير نسخنها، غير نسخنها فوق من الكسكاس واحد 5 ديال الدقائق صافي وغنسقي عليها. حيت ما هنا ما رشينا لا الماء وبغينا ديك السمينه تعطي فيها ديك الريحه وداك المليحه تدخل ليها شويه، وهذه حيت اصلا هو نورمالمون الملح كيخصني نديرها في المرحله اللي قبل هذه وانا كنت نسيتها. ايوا صافي هادشي اللي عطا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الكسكسو ديالنا، كتجي رطبه وغزاله بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يلاه يتعلموا. زعما البنات اللي تيبغيو يلاه يتعلموا هذا الفيديو ليكم. وبالنسبة للأخوات المحترفين والمحترفات فلكم الشكر ولكم كل الاحترام مني، واسمحوا لي بزاف إلا كان شي غلط. فقط هذه تجربتي أنا مع السميدة باش كتجي رقي باش كتجي رطبة. هذا هو التجربة ديالي أنايا، وما نقدرش نجرب شي تجربة واحدة أخرى من غير هذه، حيت هذه أنا الحمد لله ديما محمرة ليا وجهي لا في الكسكسو ولا في السميدة ولا، الحمد لله ولله الحمد. داكشي علاش أنا ما نقدرش نجرب شي تجربة واحدة أخرى، مع كل الاحترام لكل الطباخات الماهرات. خليتكم على خير إلى فيديو قادم إن شاء الله بإذن الله، وما تنسوناش من الدعوات ديالكم، وما تنسوش واحد اللايك. أنا ما غاديش نقول لكم بارطاجيو كيف ما كتشوفوا هنايا، شوفوا السميدة ديالي كي كتجي باينة معزولة حبة حبة على اختها، وكتجي بحال كتكسكسو، والله السميدة كتجي بحال الكسكسو. أنا تنشوفها والله ماشي زعما كيما أنا علاش فكرت نبارطاجي معكم هاد الفيديو، حيت تنشوفها عند الناس اللي كليتها عندهم كتجي حرشة، تنقول أنا واش السميدة هي طيابها بحال هكا كتجي حرشة، أنا كنت كارهاها. المهم ما تنساونيش، انا ما غاديش نقول لكم بارطاجيو، انا غادي نقول لكم ما تنساونيش غير من واحد اللايك ومن واحد الكومونتير غزال، وان شاء الله تكون عوده ميمونه معكم ان شاء الله باذن الله. نتوما عارفين شحال هادي وانا متوقفه على القناه، واليوم رجعت ليها ان شاء الله باذن الله، وغنبقى دائما نشارك معكم اليوميات ديالي. وانا والله العظيم البنات ما تنحط معكم الا الحاجه الصادقه، يعني الحاجه اللي تكون زوينه وصادقه هي اللي تتصدق لي في يدي، او لا تجربه او لا نصيحه آه هي اللي سننزل معكم في هذا الفيديو هذا. وانتظروا واحد النصيحة إن شاء الله بإذن الله غادي نقدر نصورها في هذا الأسبوع هذا، إلا كان الجو زوين حتى نصورها على برا إن شاء الله بإذن الله. غتكون واحد النصيحة غزالة 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 لجميع الأخوات وجميع الأمهات، انتظروها عما قريب إن شاء الله بإذن الله. ومع السلامة، خليتكم في أمان الله إن شاء الله بإذن الله.